تعرف ان انا فرحان والله ان تروب بيعدي بالحاجات ديت في البداية مع الاهلي، واشبهها لك بمثال احنا عشناه كلنا. وهو كولر لما جه مسك الاهلي وراح لعب مباراة سان داونز هناك وتغلبنا 5-2. كولر كان رايح بطريقة لعب وبتفكير وبدماغ تانية خالص، لانه اول مرة يتعامل مع فرق افريقية. فكولر راح خسر من بعدها. كولر بقى عنده سياسة تانية خالص، وبيعرف ازاي يكسب الفرق بتاعت افريقيا في ارضها، وبيعرف ازاي يكسب البطولة. فبعد مباراة سان داونز ديت كولر كمل البطولة كلها بولا هزيمة، وخد البطولة في الآخر من الوداد في قلب الوداد. وبالمناسبة قفلنا نادي الوداد من ساعتها. فبعد كده جيت في البطولة اللي بعدها مشيتها كلها لا هزيمة، وخدت برضو البطولة. فكولر لما عدى بتجربة سان داونز الأولى، الموضوع فرق معاه ان هو عارف ازاي يلعب مع بقية فرق افريقيا في ظروف افريقيا، المناخ والارض، وعارف ازاي يلعب مع الحكام، عارف يلعب مع كل الفرق بتاعت افريقيا بسبب تجربة سان داونز. فنفس الكلام دلوقتي بيحصل لتروب، اللي انا فرحان ان هو بيحصل معاه في البداية. اول مباراة ليه على ملعب نجيل صناعي في افريقيا، فسفر وارضيات افريقيا، فيروح جاي هنا يلعب في الدوري قصاد الاتحاد. فلسه بيتعرف على اللعيبه ولسه بيشوف الدنيا، يقوم مطرود منه برضه كوكا في نص المباراه. وبعد كده بقى يجي في المباراه الثالثه فبيشوف بقى حكام افريقيا، وبيشوف الدنيا مع حكام افريقيا عامله ازاي. فبتتعرض للظلم التحكيمي النهارده. الظلم دي فضيحه تحكيميه. بس رغم كل دوت، فانت في اول 3 مباريات بتكسب الثلاثه وبتسجل 4 وبتستقبل هدف واحد. فانا بقى عاجبني الكوكتيل ده كله. عاجبني جدا بقى ان الراجل بيشوف كل ده قدام عينه من الاول خالص. بلس بقى ان هو بيشوف اللعيبه اللي عندنا في الفرقه اللي اصلا مش ما تصلحش تلعب في الاهلي، ما تصلحش ان هي تكون لعيب الكوره اساسا. فكويس جدا ان ده بيحصل معاه في البدايه. دي حاجه تفرحني شويه، ان الراجل دوت هيبقى عنده خلفيه كبيره عن الكوره في مصر والكوره في افريقيا من البدايه كده، عشان يعرف ان هو هيتعامل ازاي في المباريات اللي جايه.